السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الفريلانسنج المقدم من أكاديمية دعم. بعد ما خلصنا السوات أناليسيز نقدر دلوقتي ننتقل للخطوة اللي بعدها في التخطيط كفريلانسر. نبدأ نبص على النقاط القوة الخاصة بينا، لو لقينا ليها مقابل في الأوبورتيونيتيز ومطلوبة يبقى لازم نعتبر النقطة ديت سواء كانت مهارة أو ميزة فيك هي مركز القوة بتاعتك واللي المفترض تبدأ بيها كفريلانسر. مثلا لو قلنا إن أنت تتكلم لغة تانية بطلاقة، وفي قسم الأوبورتيونيتيز أنت كتبت إن في عدد قليل جدا من الناس اللي بيقدروا يتكلموا اللغة ديت، ودايما في طلب على المترجم للغة دي، يبقى دي أول طريقك وده الطريق اللي المفروض تمشي فيه كفريلانسر، أو دي الحاجة اللي المفروض تشتغلها كوظيفة واللي لازم تحطها كمجال حقيقي ليك وتبدأ بيه كفريلانسر. طب لو لقيت مهارة موجودة في الويكنس لكنها مطلوبة في الأوبورتيونيتيز، أو ممكن يكون عندك نقطة قوة لكن في مخاطر كتير بتواجهها في المجال بتاعك اللي هي في الثريتس، يعني مثلا أنت عندك لغة برمجة معينة لكن في شركات وأشخاص كتير قوي بيعرفوا يكتبوها ويستخدموها بنفس المستوى بتاعك. دلوقتي أنت محتاج والمفترض تعمل استراتيجية تكبر بيها نقاط القوة بتاعتك وتتغلب على نقاط الضعف اللي عندك. لازم تخطط كمان إزاي تتجنب المخاطر والتهديدات اللي بتواجه المجال بتاعك. طب إزاي نبدأ الاستراتيجية دي؟ هنقول إن لكل نقطة ضعف عندك محتاجة تتغير نحط لها هدف عايزين نوصل ليه، وعلشان تحط الهدف ده بالطريقة الصح لازم يكون الهدف ده سمارت. يعني إيه؟ يعني الهدف ده لازم يكون ذكي. طب إيه هو الهدف الذكي؟ الهدف الذكي هو الهدف اللي تقدر تحطه ويكون عنده الخصائص اللي هنقولها دلوقتي، إن هو يكون specific محدد، measurable يعني نقدر نقيسه، achievable يعني قابل للقياس، relevant يعني مرتبط بيك وبالمجال بتاعك، وtimely يعني ليه ميعاد واضح يتحقق فيه. فاحنا هنوضح الخصائص ديت عن طريق مثال هنقوله مع بعض. يعني مثلا لو قلت انا عايز ابدا اشتغل كفريلانسر وخلصت الكلام على هنا، لو قلت كده وسكت يبقى مش هتقدر ابدا تشتغل على الهدف ده. السبب بسيط وواضح، الهدف ده عام مش محدد ومش عنده الخصائص اللي احنا قلنا عليها للهدف الذكي، فانت محتاج تخليه اكتر تحديدا. طب ازاي؟ يعني لو قلنا انا عايز ابدا اشتغل فريلانسر على موقع ابورك، يبقى انت كده خليته هدف محدد لان انت حددت الموقع اللي هتبدا عليه. طيب ازاي نخلي الهدف بتاعنا قابل للقياس او ميجرابل؟ عشان نخليه قابل للقياس لازم تحدد حاجتين ليه، المده بتاعته او المده اللي هتعمله فيها، والكميات اللي انت المفروض تخلصها. يعني مثلا نقول انا عايز ابدا اشتغل فريلانسر على موقع ابورك وهبدأ خلال شهر أو بعد شهر من دلوقتي بالكتير، بالإضافة لكده هخلص مشروعين في الأسبوع. كده أنا حددت الأرقام والكميات لنفسي، ولما نوصل ليها يبقى أنا كده حققت الهدف بتاعي. حلو، إزاي بقى نخلي الهدف بتاعنا قابل للتحقيق؟ عشان يبقى هدف قابل للتحقيق لازم تعرف الطريق اللي هتوصل بيه للهدف، وده مثلا بيكون عن طريق 3 حاجات. مثلا تقول لازم أعمل بروفايل قوي على الموقع اللي هشتغل عليه، لازم أرفع عينات من شغلي على الموقع عشان أظهر مهاراتي وقدراتي للناس، لازم أسوق لنفسي ولشغلي وأوسع شبكة علاقاتي مع ناس وزمايلي في المجال. ال3 نقط دول هما الطريق بتاعي عشان أوصل للهدف. كل اللي فات لازم يكون مرتبط بيك أنت وبشخصيتك، بمعنى تاني أنا بشتغل في مجال أنا كويس فيه وبحبه. وأخيرا لازم تتأكد إن كل المواعيد واضحة، زي ما قلت هبدأ أشتغل على الموقع خلال شهر وهخلص مشروعين في الأسبوع. فخلينا نجمع كل النقط اللي اتكلمنا عنها مع بعض علشان الهدف بتاعنا يبقى هدف ذكي وواضح. فهنقول خلال شهر من دلوقتي هعمل بروفايل جديد وارفع عينات شغلي على موقع ابور، وهستخدم المهارات اللي عندي ونقاط قوتي عشان اشتغل على مشروعين في كل اسبوع، وبالاضافه لكده هسوق لشغلي في شبكه علاقات اوسع. فلكل نقطه ضعف عندي محتاجه تتغير هيكون عندي هدف ذكي زي اللي قلنا عليه. والاكيد لما تلتزم بالخطه وتحدد الوقت المظبوط اللي انت محتاجه تقدر تحقق وتتقدم في المجال بتاعك.